فينبغي علينا أن نعرف التوحيد. إذا كان المسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يعني اسأل من شئ ممن آتاهم الله مالا أو جاها أو مناصب أو آتاهم الله شهادات علمية من دينية ودنيوية في أرفع ما يكون، وقل للواحد من هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله، سأقول لك لا خالق إلا الله. هذا كان يقر به أبو جهل، كان يقول لا خالق إلا الله، لم ينازع في هذا، لم ينازع في أن الله هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، ولكنه نازع في شيء آخر، في صرف العبادة كلها لله وحده. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ينبغي على الإنسان أن يعرف معنى لا إله إلا الله. لا تعرف معنى لا إله إلا الله عيب كبير. اسأل نفسك، هل تعرف معنى لا إله إلا الله؟ هل تعرف شروطها؟ هل تعرف مقتضاها؟ هل تعرف معناها؟ هل تعرف نواقضها؟ إنها لا تنفعك إلا إذا عرفت معناها وعملت بمقتضاها واجتنبت نواقضها، وأنت لا تعرف ذلك. لماذا لا تعرفه؟ إن الواحد منا ربما قرأ جريدة لو أنها فرغت لكانت في مجلد، وهو يقرأها مصبحا وممسيا ويحفظ ما يمر به من قراءته. لماذا هذا؟ لماذا لا تتوفر على كتاب الله تدبرا تفهما؟ لماذا لا تنظر في كتب العلم الشرعي؟ لماذا لا تتعلم؟ ما الذي تنتظر؟ تنتظر الموت؟ سيأتيك. ولكن إن أتاك جاهلا فكنت في قبرك فسئلت من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا سئلت عن النبي ما تقول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تعرفه عنه؟ تعرف عنه ما يقولونه في الموالد؟ أولئك الذين أشركوا بالله جل وعلا، وهم يقولون إنه أحمر الخدين كحيل العينين إلى غير ذلك مما يقولون في حق الرسول. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي تعرفه عنه؟ سل نفسك، ينبغي عليك أن تسأل نفسك ما الذي تعرفه عن دين الإسلام العظيم؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الدين؟ ما الدين الذي ستلقى عليه رب العالمين وتسأل عنه في قبرك؟ أفيقوا أفيقوا رحمكم الله، فلم يبق ثمة وقت، والله المستعان وعليه التكلان.